الرخلاء والضخلاء ونحب حقوقنا. الرخلاء والضخلاء حقوقنا. الرخلاء والضخلاء ونحب حقوقنا. حل الدوسي نحلوا الفانا. الرخلاء والضخلاء بحول الله لنوصل نحقق مطالبنا هذه. الرخلاء والضخلاء خويا ربي معنا ان شاء الله. السلام عليكم، عدنا لكم من جديد طبعا من منطقة ابو الحبال. طبعا الاعتصام مازال متواصل، واليوم حصلوا كما تفهمنا المره اللي فاتت كلمه المهله اللي اعطيناها من نهار 3 اللي هي 5 ايام. انا باش يجينا وفد وزاري، حصلوا ما ثم حتى واحد، ما ثم حتى شكون كلمنا، ما ثم حتى تواصل. حصلوا كلمه المهله من البارح، واليوم حصلوا قمنا بالخطوه الاقتصاديه نتاعنا اللي هي مشينا حصلوا منطقه المحبس. حصلوا سكرنا كل الفنادق الفرعيه نتاع البترول، وسكرنا الفانا الرئيسيه نتاع الغاز اللي مربوطه بالتوربينات نتاع الستاك، واضافه على الخدامه نتاع البشماوي اللي يخدموا في المشروع اللي موجود هنا في منطقه المقرن. مشينا كلمناهم حصلوا باش يسيبوا البلاصه، خرجناهم من ثماك. احنا ما عندناش في هذا كله، اما يا اخي احنا حبينا حصلوا كي طلبنا وفد وزاري خاص بدوز حصلوا شئتم امام بيتهم يا اخي، هذا حقنا، هذا حق من حقوقنا. الناس مرافضه هنا عندها شيء نص في الصحراء، باش ما يزيد علينا حتى واحد زاد. فهمت هاك الجماعه تسب فين عندهم نهارين، فهم دوزهم طالبين وحدهم 4000 خدام، هم طالبين وحدهم 120 مليار. يا اخي عندنا الحق يا سيدي باش نطلب. مطالبنا قاعده واضحه وصريحه كما وقفنا اول مره وقلنا على الناس مطالبه بثرواتها وكشف العقود واعاده ابرامها ومحاسبه شركه برينكو اللي هي قاعده ترتكب في جريمه في حق مجتمعنا هنا. معناها مش كان جريمه برك، معناها هذه مرة الناس راهو قاعده ماشيين في طريق نتاع اباده جماعيه اللي هي القضيه نتاع غاز الصخري القديسيس اللي هي حقيقه هنا يمثل اكبر خطر في المنطقه هذه، سواء الماء الملوث، سواء سلبياته حتى على الصحه نتاعنا، سواء سرطان عفوا فيكم الله، التيث الكبدي، الكلوين ولا السقاط، التشوهات الخلقيه، اسقاط الجنين، هذا كلنا نعانوا منه هنا. ثم زاد حاجه اخرى طبعا بقيه الجهات معنا بخلاف ولية قبلي هنا طبعا اللي متثبتين في حكايه تامين الثروات وحكايه نصيبهم في الثروات البتروليه والغاز وكذا. حصلوا عملنا على ذمتهم، حصلوا نهارين، نهار السبت ولحد ان شاء الله في اخر الجمعه هذه نهار 8 و9 جويل. اللي يحب يلتحق، اللي يحب مسانده فعليه، اللي مؤمن بالقضيه هذه يتفضل بحذانا هنا على المكان في منطقه ابو الحبال هنا. تضمون لنا قوافل، اهلا وسهلا مرحبا بكم، الناس الكل على العين والراس، فهمني. المفيد ما نحبوش هاك المساندات نتاع المساندات الفيسبوكيه نتاع كذا. يا اخي تحب قضيه، مؤمن بالقضيه، اهلا وسهلا فيك هاي المكان يا اخي، تعال رابط مع الناس هنا. والا ما نجمش يجي يا سيدي يعمل لي حاله تحرك احتجاجي هناك غادي في بلاده، يبين لي فيها يا سيدي ان يبين لي فهمت حصل المسانده نتاعه ويبين ايمانه فهمت حصل بالقضيه هذه. جماعه الاحزاب فهمت حصلوا قدام شيء نوصل تالي، الاحزاب كلها حصلوا اعتصام نتاعنا مش قانوني، مطالبنا غير شرعيه كذا. فجاه تو بعد شهرين ونص الاحزاب كلها انقلبت 180 درجه، ولت مطالبنا شرعيه، وقفتنا حصول شرعيه وكذا، وكلهم حابين يعاونوا وكلهم حابين يتدخلوا وكلهم كذا. احنا يا اخي منبرنا هذا يا سيدي متفقين على حاجه، ان راك تجي عندنا 5 نواب نهار اللي يجوا كلهم مع بعضهم يجوا هنا من اهلا وسهلا مرحبا. اما باش يجيني كل واحد يحصلوا افواجا كل فرد يجي وحده وكل واحد يحب يدبر بلاصه وهاب التليفونات وهكذا، لا يا حبيبي كرامه ما نتفاهموش، ومن غير مزايدات ومن غير ما تحكوا الكلام نتاع هذا مساكين دابا التفاوض ومش حابين نتواصلوا. هذا كله ما فهمناش منه ثمانية. وكما ذكرنا اول مره قدام نقولوا الرخلاء ولت العقليه. بالنسبه الرخلاء تو انسى ماهيش برتغل حتى قطر، تو 3 ولايات مساكين على هنا، ولايه التطوير ولايه قبلي، وبشويه باش تموت حتى شركه الصخيره غادي. الجماعه حصلوا تحاول تضعف ولا تحاول حصلوا تطيح من معنوياتنا وكل شيء. بالعكس المعنويات نتاعنا تو احنا في ارتفاع، وحنا واثقين من انفسنا على ان راه يدوز هنا تو راه في موضع قوه. ونزيد نقول لكم حاجه يا اخي، شاهد الاقدار الجغرافيه على انها تكون مفاتيح الشركات اللي في الجنوب كلها في دوز هنا، فهمني. دونك يا اخي هو انا افهم مقدار الشيء اللي قادمين هنا. وكما توغلنا اليوم المساحه 170 كيلومتر في الصحراء، ما زلنا الصحراء باش نحتلها هنا، فهمني. مفاتيح كل عندنا، ثرواتنا يا اخي، الناس تطلب حقوقها، فهمني. وهذا هو. السلام عليكم.